المستشار وزير الاستاذ الواعظ المرزوق. ويسرني ان ارحب بصديقي الاستاذ محمد العبابي. يسرني ان ارحب بصديقي الاستاذ نجيب بن يوسف وصديقي وصديقتي الاستاذه سعيده عكر. شكرا لكم جميعا ايها الاخوه ايها الاخوات. دوني ان اخص او استثني اي من الموضوع. لا شك اننا دعوناكم في يوم عطل، وحضوركم يعني مشقه مضاعفه، لان الخروج تخصيصا في يوم انتهاء لحضور هذه الانتهاء اعتقد انكم تجشمتم من اجله ساعات وتركتم واتيتم لموضوع يتناول موضوع الانتهاء. ايها الاخوه ايها الاخوات، يسر جريده الحصاد ان تحتفل ذكراها السنويه الاولى وسط نخبه من قرائها الاوفياء واقلامها التي خطت مسيرتها طوال سنه كامله من الجهد والبذل والعطاء. ولا بد ان اشكر في مستهل هذه الكلمه هيئه تحرير جريده الحصاد التي امنت خطها التحرير الوطني العروبي المستقل، واخص بالذكر منهم الاخوه الدكتور سالم الابيض، والاخ الدكتور محمد ضيف الله، والاخ الدكتور امير علي الصغير، والاخ الاستاذ لطفي ابو العابي، والاخ الاستاذ احمد مشوش، والاخ الاستاذ هيكل مكي. كما لا شك ان الشكر موصول لاقلام التي كتبت معنا تعاطفا واخلاصا للخط التحريري المذكور، واذكر منهم فضلا عمن تقدم من هيئتنا الاخوه الدكتور محمد عبد الحكيم كرشيد، والاستاذ علي الهرادي، والاستاذ محمد الدارجوري، والاستاذ نبيل النايلي، والاستاذ عبد السلام ابو عائشه. كما لا يفوتني ان اشكر صحفي وموظفي جريده الحصاد الذين عملوا بكل جهد واخلاص لانجاح هذه التجربه الصحفيه الفتيه. ان جريده الحصاد التي ظهر عددها الاول